يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وان شر الامور محدثاتها وان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم اما بعد عباد الله، فالحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا عز الا في طاعته والتذلل اليه ولا غنى الا في الافتقار اليه ولا قوة الا بالضعف بين يديه. الحمد لله الواحد الاحد. الحمد لله الذي يقول للشيء كن فيكون. اما بعد، ايها العظماء، ايها الاعزاء، ايها الكرام، نحن في هذا اليوم الكريم، في يوم عيد، في يوم عيد ينال كل جائزة ويستلم كل اجره من الله سبحانه وتعالى. فتعالوا بنا لنعيش مع كلام الله الذي هو خير كلام ومع كلام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي هو وحي اوحاه الله اليه. تعالوا الى مع بعض الرسائل التي نريد ان نرسلها. اما الرسالة الاولى فإلى الخلق كافة وإلى الناس عامة، إلى المسلم والكافر، إلى التقي والفاجر، إلى المخلص والشقي، إلى الذكر والأنثى، إلى كل من على وجه الأرض، من كان في عصرنا أو كان بعد عصرنا. الرسالة الأولى إلى كل الخلق وهي أن العزة لله وأن العزة لأولياء الله وأن العزة لدين الله وأن دين الله سيسود الأرض كلها بعز عزيز أو بذل ذليل. ولله العزة ولرسوله
من نفسك. ولقد